يصدق هذا الكلام. استحالة. في صعوبة في ان انا اخذ كل الحاجات دي وانقلها الاهرام، لا مخازن تسمح ولا حد شاف القصة دي خالص من اساسه، لان دي محتاجة ثلاجات ولا الاهرام متخصصة في الزبادي. اللي بعده هكمل بس الحتة دي. انا تقدمت بعد كده في كمان جواب تاني خاص بالبنك ولا خليهم دول، لا خلي عشان نكمل القصة دي. اكمل القصة دي. انا تقدمت ببلاغ للسيد احمد ادريس، وقلت له شرحت له في الواقعة، واتهمت كل من السيد محمود حمدي اسماعيل وشهرته حسن حمدي، السيد مصطفى حمدي ابن شقيقه، السيدة هدى عوض الله مديرة الإدارة المركزية للحسابات، السيد هاني حمدي ابن شقيق حسن حمدي. وقلت لهم ان دي لا يمكن واقعة، لا يمكن ان تحدث، ان الاهرام هيجيب هدايا زبادي يفرقها للناس. في 2006 هي في 2006 في اوائل انا قدمت هذا البلاغ في 2006 عن وقائع حصلت هذه وقعت في 2004. ومش واتضح كمان من خلال خطاب اخونا هاني حمدي ان الجوابين، يعني عايزين نشوف ان ده مش مصادفه، ان الجوابين ال 135 وال 140 بيعملوا 275 هم نفس القيمه بتاعه القسط اللي المفروض جهينه تدفعه للاهرام. نفس القيمه، يعني دي عمرها، يعني انا بطلع بضايع، يعني واحد عنده رصيد مثلا 100,000 بطلع جواب ب10، بطلع جواب بتتسلسل، لكن انما دي الجوابين خارجين بنفس قيمه القسط المستحق للاهرام عند جهينه. ماشي، اللي بعده عشان الوقت. طيب هنخش على اللي بعده، اللي هو لما قدمت بقى البلاغ هو اللي بعده عرضناه الجواب. عرضنا قدمنا الجواب، وقلت كمان في هذا الجواب ان هناك شقق متاخده بمعرفه هدى عوض الله. هدى عوض الله واخده شقتين في عماره سان ستيفانو بتاعت هشام طلعت مصطفى اللي على الكورنيش في اسكندريه، وان هذه الشقق بملايين، وانها تقوم بسداد قيمه اقساط هذه الشقق عن طريق خطابات البضاعه مقابل اعلانات هدايا. هشام طلعت مصطفى بيعمل عندنا اعلانات، فهي بتروح مدياله جوابين، وكل قسط بيدفع كل 3 اشهر، كل قسط ب 375,000 جنيه، يعني 325,000 جنيه، يعني اجمالي الشقتين القسط الواحد كل 3 اشهر 650 مليون جنيه. نفس اللي على هشام طلعت مصطفى للاهرام. لا بتتخصم من حساب